اهلا بيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهارده وصفه جميله جدا جدا جدا، كلكم بتطلبوها مني. فطير الملاك، احلى فطير بنحب ناكله الصبح ونسقيه في الشاي، وبنحب ناكله واحنا خارجين. فطير الملاك ده جميل جدا. هقول لكم الطريقه اللي بتنجح معايا في كل مره. اول حاجه هنجيب كوبايه فيها ربع كوبايه ميه دافيه، وهنحط فيها معلقة ونص خميرة ومعلقتين سكر صغيرين، وهندوبهم كويس قوي بالشكل ده ونسيبهم لمدة 5 دقايق. بعد كده احنا ندوب السكر قبل ما نحطه على الخليط. نحط 7 معالق صغيرة من السكر، عليهم كوباية الا ربع مية دافية مايلة شوية للسخونة، وهندوب كويس قوي بالشكل ده لحد ما كل السكر يدوب بالشكل ده. بصوا، مفيش اي سكر خالص، كله اتدوب اهو. بوله كده هنبتدي العجين بتاعنا. هناخد كوبايتين من المعيار ده، الكوبايه حوالي 250 جرام. هناخد كوبايتين دي نحطهم بالشكل ده، وهنبتدي ننزل عليها بقيه المقادير. حطينا فيها كيس فانيليا بالسكر، اي نوع انتوا تحبوه. بعد كده نص معلقه كبيره بيكنج باودر، رشه ملح، وبعدين دلوقتي هننزل عليها بربع كوبايه من سمنه، وبعد كده هننزل عليها بالمية اللي احنا كنا مدوبينها بالسكر والمية بالخميرة. هقول لكم الترتيب بالظبط. كده حبايبي نراجع مع بعض تاني. ادي الكوبايه اهي، بصوا الخميره عملت وش حلو قوي ازاي. دي بالظبط معلقه ونص خميره على معلقتين سكر وربع كوبايه ميه دافيه بالشكل ده، ربع كوبايه من المعيار بتاعنا اللي هو ده 250 جرام. ننزل على العجينه بتاعتنا اللي هي كوبايتين دقيق، كيس فانيليا، بعد كده نص معلقة كبيرة بيكنج باودر ورشة ملح. هننزل كده بالمية والخميرة بتوعنا وندوب. نقلب كده لحد ما يبقوا عاملين زي الخرز كده. ده كده بعد المية والخميرة اهو. بعد كده هننزل عليهم واحدة واحدة بالمية اللي كانت متدوب فيها السكر، ونبتدي برضو نعجن لحد ما تبقى عجينة معانا. برضو بعد كده هننزل عليها السمنة. ده كده اهو احنا بنقلب العجين بعد ما حطينا السمنة. بصوا اهي، وهنفضل نلمها لحد ما تبقى كرة كبيرة، تبقى بالشكل ده اهو كده اهي. بعد كده هنحط عليها نقطة زيت ونلمها، وبعدين نسيبها ترتاح لمدة ساعة ونص. شكل العجينة اهو، بصوا جميل ازاي بعد ما تخمر. هنبتدي نقطعها حتت صغيرة زي ما احنا حابين، ونحطها على صينية تيفال بالشكل ده، ونسيبها تستريح لمدة ساعتين. ده كده حبايبي شكل الفطير عشان بمناسبة الكريسماس. بصوا جميل ازاي بالشكل ده، عامل زي بابا نويل.